عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه مقارون بلاصه سهله بينا وما تديش الوقت. هنا كيما راكم تشوفوا خايته النوعيه تاع لي بات، نتوما ديروا النوعيه اللي تبغوها او اللي متوفره عندكم. هنا درت نص باكي فرغتها، نكونوا ديجا درنا الماء يغلي، نفرغ هذوك لي بات في الماء، نزيد لها 4 صوصات تاع الثوم. هي وصفه سهله وسريعه ولي راك درتي لي بات تاوعك. والسر باش هذوك لي بات ما يلصقولكش، ندير جوج مغارف تاع الزيت، نخلط، ونزيد لها شويه ملح، ثاني نخلط كلشي خفيف، ونخلي داك المقارون تاعي يطيب غرده، ونوليكم خواتاتي. وانا بعد المقارون تاعي ما طاب، ولا اللي ما طيبوش لي بات تاعكم مليح باش ما يجيكوش معجنين، هنا غادي نصفيه. وهنا كي تصفوه ما تكبوش عليه الماء بارد، كيما هكا خلوه صفوه خلوه على جهه. ومن جهه اخرى كيما راكم تشوفوا المرميطه درت فيها الزيت، نقلي ديك لاصوص تاعي. هنا نجيب الثوم، نقلي داك الثوم مليح، والثوم مليح ما تحرقوش. وغادي نمد لكم واحد السر باش لي بات تاعكم يجوا بنان ويجوا ما شاء الله. الماء اللي غادي ندير فيه المقارون غير هو غندير فيه الطماطم مصبره، هو اللي مدنا بنه روعه، ويخلي لاصوص تجي عاقده وخاته تجي ما شاء الله. ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه. هنا كيما راكم تشوفوا لكم الماء اللي غاينه في المقارون غير هو ندير فيه الطماطم مصبره. هنا الطماطم المصبره درت جوج مغارف ونص، نتوما ضاعين لكم ميزانكم. قلت لكم يمدنا بنه روعه ومام لاصوص تجي عاقده وخاتره. ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه قلت لكم، هذا هو سر البنه. وانا نذكركم قلت لكم درت جوج مغارف ونص تاع طماطم مصبره. نخلطوا ديك الطماطم المصبره مليح، نفرغ ديك لاصوص تاعي، ثاني نخلط. وهنا غنزيد رشه تاع ملح، نخلط ثاني خفيف، نبلع ديك لاصوص تاعي ونخليها طيب ونولي لكم خواتاتي. بعد ما طابت ديك لاصوص كيما راكم تشوفوا، نجيب داك المقارون اللي كنت صفيته ونرمي فيه ديك لاصوص. هنا قلت لكم نفكركم مادام بكم لي بات ما طيبهمش مليح باش هذوك لي بات ما يجيكوش معجنين. نخلط داك المقارون مع لاصوص. قلت لكم تجي بنينه والبنه روعه، ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه. وهنا اللي كنشرب مليح هذوك لي بات تاعي لاصوص. واذا شتي المقارون تاعك خاصه لاصوص تقدري تزيدي له، كيما انا زدتها مغرف شتها خاصها لاصوص زدتها مغرف. خلط ديك الطماطم المصبره مع المقارون، نخلطو مليح حتى داك المقارون يتشرب لنا لاصوص. نخلط مليح هذاك المقارون مع لاصوص باش يشرب لنا ديك لاصوص. نزيد له جامبو دجاج هو ثاني مد له بنه. وماذا بكم ديروا لوليداتكم، راكم عارفين وليداتنا يبغوا هاد لي بات. نخلط مليح داك جامبو دجاج مع المقارون باش تشرب هذيك البنه تاع جامبو دجاج. نزيد لها رشه فلفل الكحل، نخلط داك الفلفل الكحل تاعي مع المقارون. وانا غادي نبلع ديك المقارون تاعي نخليه على نار هاديه يتشرب ديك لاصوص ونولي لكم خواتاتي. وهنا المقارون تاعي بعد ما تشرب ديك بنه لاصوص كيما راكم تشوفوا جا طايب الحبه اختها، ما جا معجن ما جا والو خواتي. هنا خواتي راهي شهيه نقول لكم. وراح نشوفوا مع بعض طبق المقارون جاهز على طاوله التقديم. والمقارون تاعنا راه هو جا، تشوفوا كي جا طايب الحبه اختها. ولا خواتي راهي شهي. كنت ربيت عليه شويه فرماج ولا فقط بخبز الدار ثاني، شوفوا كي جا ما شاء الله. وانا خواتي شنقول لكم مع كاس البنه روعه. من ذاك الجنب فضل ولا امر، ونتلاقى في فيديو اخر والى اللقاء.